في فيديو النهارده هنجيب المدرب تشافي الونسو، هنجربه، هنقول مميزاته وعيوبه، وكمان هنعمل اقوى خطه ليه. فيلا بينا على فيديو النهارده، يلا بينا يا شباب. طب يا رجاله، فتحنا اللعبه، وطبعا زي ما انتم شايفين المدرب نازل ب 750 كوين، فده رقم كويس جدا على مدرب دبل بوستر، وده السعر اللي بقى ثابت للمدربين. هنا بيضرب باسلوب الكويك كونتر والاوت وايد، وبيدي 2 بوستر، واحده في البول كنترول وواحده في الفينش، يعني التحكم في الكوره، وواحده في الانهاء. وتعالوا نشوف كده. هنا اللينك اب اول مره ينزل زي ما انتم شايفين، بيدي من المركز الاي ام اف يكون كرييتيف بلاي ميكر، الابداع في صنع لعب، والهجوم جول بوشر اللي هو مهاجم قناص، يعني هيلعب من العمق كده. المدرب ده بيلعب كده من العمق. فتعالوا نجيبه ونشوف كده اسلوبه ايه، واخبار لعبه ايه، ومميزاته وعيوبه. اول ميزه ان هو معاه لينك اب جديد، تمام. فده اول ميزه مع المدرب. تعالوا نجيبه كده. حصلنا على المدرب. نلعب بقى بالكويك كونتر تشابي، وهنخلي دي نخليها كويك كونتر. بصوا بقى يا جماعة، هنعمل الخطة ازاي بقى. هي احسن خطة تمشي معاه بدون نقاش. هنختار خطة 4-3-1-2. الخطة دي هتكون كويسة جدا جدا. طبعا عاوزين مركز ال ام اف يكون كرييتيف بلاي ميكر، وطبعا معانا ريكوستا ومعاه مهارتين كويسين جدا. الهجوم هنا معانا مهاجم جول بوشر زي ما انت شايف. هنا معانا طبعا هتلعب بمهاجم هنا يكون ديب لاين عشان يرجع، وده يبدأ ينطلق. وده معاه. هنربط الأول اللينك أب ما بين المهاجم وخط الوسط. طبعا أنا هثبت في التعليمات الفردية ريكوستا عشان مش حابه يتعب. الاتنين اللي هعتمد عليهم يفضلوا ثابتين عشان ما يتعبوش. يعني في التعليمات الفردية ثبت ريكوستا، وكمان ثبت اللي هو الاي ام اف والمهاجم، تمام، عشان ما يتعبوش زي ما انت شايف اللينك. هتلعب بقى باتنين هنا على الجنبين يكونوا بيباصوا كويس. طبعا خطة انا شرحتها قبل كده. فتعالوا ندخل كده نجرب مباراة ونشوف اداء الخطة دي هيكون عامل ايه. وقول لي تحت في الكومنت تقييمك للخطة دي، وما تنساش الكومنت التشجيعي. ويلا بينا دلوقتي يا جماعة ندخل نجرب مباراة في الديفيجن ونشوف. وده اول مباراة في الديفيجن النهاردة، عشان انا فعلا ما لعبتش خالص بسبب ان انا كنت بحاول اساعد كل زمايلي ان انا اديهم احسن 3 صناديق كنز كنت بحاول اديها لهم. طيب يلا دلوقتي ندخل كده مباراة ونجرب. واخيرا جالنا منافس يا رجاله. تعالوا نشوف تشكيلتنا زي ما انتم شايفين رايقه. تشكيلة المنافس 4-1-1-4. فابيو كابيلو، بس مش مشكلة، هو مش رابطه. المشكلة عنده ان هو مش رابطه بالهجوم. ماشي، يلا بينا. هنشوف الخطة بتاعتنا هتعمل ايه مع الخطة بتاعته. الركات بتاعت لما بيكون الكرة مع اللاعب اللي بيحصل. يا راجل، تحركات حلوة مش وحشة. جري سايد. حلو حلو. جون. ليه ليه يا جدع. لا، تحركات حلوة 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 حلوة. بيكهام في النص. شكرا، راجل محترم والله. يا جدعان ايه الحلاوة دي يا جدعان. يا سلام يا سلام. سوبر هاتريك. والله بص هو حلو، بس الدفاع بتاعه متقدم رجاله. سوبر هاتريك، الراجل جاب اهداف كتير جدا. طب يا رجاله، بعد تجربه كام مباراه تقييم المدرب كويس جدا في الهجوم، ولكن الدفاع متقدم شويه والهجوم عنده ممتاز. وبس كده، هي دي كانت حلقتنا. قول لي رايك انت تحت في الكومنت اذا انت جربته. وبس كده.